ابعدوا عن المشتتات واعملوا حاجة تانية، العبوا رياضة، دي أسهل حاجة إحنا ممكن نبدأها. الرياضة مش محتاجة إن إحنا نبقى واو أنا ما باعرفش ألعب تنس، أنا ما باعرفش أعمل أي حاجة، هتغيّر حياتكم حرفيًا. إزيك؟ لو أول مرّة تشوفني أنا اسمي عالية وأنا سافرت 18 دولة وخدت أكتر من 40 منحة، وأنا هنا باقدّم على القناة محتوى تعليمي ومحتوى عن السفر، فلو عجبكم المحتوى اللي أنا باقدّمه اعملوا لي subscribe دعمكم هيفرق معايا جدًا، اشتركوا في القناة، وكمان فعّلوا زر الجرس، واعملوا لايك وقولوا لي في الكومنتات لو عجبكم الفيديو. الساعة الساعتين اللي أنتم خايفين تضيّعوها في الرياضة وأنتم حرفيًا بتفضلوا بتسكرولوا على السوشيال ميديا على التيك توك، على الإنستجرام بدون توقُّف، ده أفضل لكم إن أنتم تروحوا بيها الgym، إن أنتم تروحوا تلعبوا تنس، تجربوا مش باقول لكم بس الgym. أنا السنة دي رُحت أركب عَجَل، رُحت سباحة، رُحت غيّرت بجد، وكان أفضل وكان بالنسبة لي من الgym إن أنا باعمل نفس الحاجة، كنت باقابل ناس هناك. فروحوا غيّروا، روحوا غيّروا جو، روحوا بجد اعملوا حاجة لجسمكم، اعملوا حاجة بجد كمان لعقلكم، بدل ما إحنا دلوقتي أنتم مش قادرين أصلًا تكمّلوا فيديو اليوتيوب للآخر، لإن أنتم خلاص بقى في حاجة اسمها تعفُّن دماغي، من كتر ما إحنا خلاص قاعدين كده ما باقدرش أتفرّج على فيديو أكتر من دقيقة، عشان أنا خلاص اتعوّدت على ده على السوشيال ميديا. لأ، الوقت اللي أنتم بتقضّوه ده روحوا قضّوه في رياضة، روحوا بجد جرّبوا رياضة، مش باقول لكم حتى في حاجات كتير أوي، في side hustles ممكن نعملها كتير أوي، في حاجات زي إن إحنا نروح نرسم أو إن إحنا نروح نتعلم آلة موسيقية، بس أنا باقول لكم ابدأوا بأسهل حاجة، بأسهل حاجة بجد، إن إحنا نروح نلعب رياضة في أي مكان يعني، لو أنتم ساكنين في أي مكان أكيد في جنبكم نادي، في جنبكم center عادي زي الkick boxing مثلًا، أنا أول ما شُفته قُمت رايحة على طول عشان ألعب kick boxing واتعرّفت على بنات لذيذة جدًا وكوّنت صداقات، ده هيغيّر من حياتكم، الساعة الساعتين ده اللي أنتم مش لازم حتى تروحوا كل يوم، روحوا يومين في الأسبوع، مش باقول لكم روحوا كل يوم، روحوا ساعة واحدة. ابدأوا كده، ده كمان هيغيّر كمان لمّا أنتم تشوفوا نفسكم إن أنتم بتتحسنوا، جودة حياتكم بتتحسن، الshape بتاع جسمكم بقى عاجبكم أكتر، ده بيغيّر في تفكيركم، ده بيخلّيك مبسوط أكتر، ما أنت بس بدل بس ما إحنا قاعدين أنا بس هانام دلوقتي أهو بعد ما أخلّص التيك توك، وحرفيًا الرياضة كمان بتساعد في جودة النوم، ده هيساعدكم في حياتكم في العموم، لو أنتم بتشتغلوا بقى، لو أنتم بتدرسوا، اوعوا تقولوا أصل أنا أول ما أجازة الكلية تيجي أنا هاروح يعني هاروح الgym، يعني هو بجد هي الساعة دي هتعمل إيه في يومكم؟ هي الساعة دي هتعمل إيه في يومكم؟ مش باقول لك إن أنتم حتى ممكن تبدأوا من البيت حتى 15 دقيقة، بس ابعدوا عن المشتتات اللي حوالينا، ابعدوا شوية، مش لازم نكون قاعدين على السوشيال ميديا على طول، مش لازم بجد، ده بيخلّي عقلنا اللي هو بياخد الدوبامين السريع، اللي هو السعادة السريعة دي، اللي هو الفيديو ده، الفيديو ده، الفيديو ده، بيخلّينا مجانين خلاص، مجانين ماسكين موبايلاتنا مش عارفين، حتى أنا باعمل كده، بافضل ألاقي نفسي قاعدة بالساعات قاعدة باعمل كده، واللي هو فين اللي أنا كنت عايزة أعمله، أنا كنت عايزة أروح الgym بس ما أنتِ ما رُحتيش طبعًا، بس اللي هو كنت عايزة أعمل فيديو بس ما عملتوش، بس أنا قادرة إن أنا أقعد أبُص على التيك توكس ده اللي هي حرفيًا ممكن كمان تكون يعني يا ريته حتى محتوى مفيد، يا ريته حتى محتوى بيعلّمنا حاجة، لأ ده محتوى في الأغلب المحتوى اللي بيبقى ده بيبقى المحتوى التافه، حتى مش باقول محتوى حتى بيضحّك، أنا بالنسبة لي المحتوى اللي بيضحّك مثلًا ده مش محتوى تافه على الإطلاق، لأ بيبقى محتوى بجد يعني تافه ما فيش أي فايدة منه، مش بيضحّك حتى، بس إحنا خلاص عندنا إدمان الموبايل، إدمان الموبايل بجد يعني ما يفرقش عن أي إدمان موجود، وده بجد بالنسبة لي من أسوأ الإدمانات، لإن بجد الناس عادي، حتى الأطفال باشوف الأطفال على طول iPad بالتابلت فين الطفولة بجد فين؟ اللي إحنا نقضّيه على الموبايل ده أنا بالنسبة لي إن أنا أنزل أخرج بيه ده أفيد لي، يعني بجد يعني لولا إن أنا صانعة محتوى دلوقتي، أنا مش هاحب أكون قاعدة على الموبايل كل ده، أنا باقعد عليه عشان أنزّل لكم الفيديوهات عشان نتفرّج، بس برضه ده بيأثّر، ده بيأثّر، بس إن إحنا نفضل بس قاعدين كده ده مش منطقي، ده بجد ده بيغيّر عقلنا، وحرفيًا كل حاجة إحنا بنتفرّج عليها يعني أنا كنت عملت فيديو باتكلّم فيه everything you consume حرفيًا change your mind. ده حاجة في الneuroscience كمان يعني أنا مش جايبة من عندي، ده كلام علمي. فالحاجات اللي أنتم بتتفرّجوا عليها، يعني لو أنتم على طول مقضيينها بقى فيديوز على التيك توك اللي هو أوف أنا باتفرّج على الفيديو ده، طبعًا عارفين إن التيك توك فيه المحتوى المفيد وفيه المحتوى الغير مفيد، بس في الأغلب بجد والمنتشر كمان في مصر والدول العربية للأسف الشديد المحتوى الغير مفيد، لإن الناس بتتفرّج عليه بالمناسبة مش عشان هو الأكتر، لأ عشان الناس بتتفاعل كمان على المحتوى ده أكتر من المحتوى الeducational مثلًا، أكتر من المحتوى التعليمي. فبس، فتخيّلوا أنتم بتتفرّجوا على ده، ده حرفيًا بيخلّي دماغكم خلاص أنتم متعوّدين على كده، أو أنتم فاكرين إن العالم كده، بس تخرجوا برّه، العالم مش كده خالص. يعني عمركم تخيّلتوا كده وأنتم بتشوفوا كده وأنتم فاتحين تيك توك أو إنستجرام، وبعد كده لمّا فتحتوا الإنستجرام حسّيتوا إن أنتم مش راضيين عن حياتكم، وتبصوا كده برّه، دي أصلًا مش الحياة. يعني الناس أصلًا على الإنستجرام وعلى التيك توك حتى هنا، إحنا مش بنبيّن حياتنا 100%، ما فيش حد بيبيّن حياته 100%، أنتم ما تعرفوش إيه الإنسان بيحسّه، يعني ما تعرفوش أنا مثلًا دلوقتي أهو كعالية ممكن أكون أنا أهو باضحك معاكم، بس أنا ممكن أكون زعلانة
ممكن تشوفوني أنا وممكن أكون مبسوطة، أنتم ما تعرفوش، مش هتعرفوا عن ده. فأنتم لمّا تشوفوا حد مثلًا على إنستجرام يعني كانوا مسافرين وكانوا عاملين أنتم ما تعرفوش القصة اللي وراه، وأنتم عقلكم بيقول لكم إن أنتم متأخرين، لأ، فابعدوا خالص عن المشتتات دي واعملوا حاجة تانية. وأنا باشوف بجد إن أسهل حاجة ممكن نبدأ نعملها هو إن إحنا نلعب رياضة. إن حتى نروح أسهل حاجة نروح الgym يا جماعة الweight lifting اللي إحنا نشيل أوزان، بجد والله أسهل حاجة، يعني حتى أسهل من الكارديو، إن أنا بس إن أنا أقعد أزوّد في الأوزان وحاجة سهلة، وحاجة سهلة إن إحنا نعملها، مش باقول حاجة سهلة هي حاجة صعبة جسمانيًا، بس إن إحنا بنتعوّد عليها، إن هي كمان في الوقت، أنتم حرفيًا ممكن تعملوها ساعة مثلًا وتتدربوا من يومين ل4 أيام، ممكن طبعًا لو عايزين بقى أكتر تتدربوا أكتر، بس حاجة ممكن نعملها وحرفيًا ده بيغيّر عقلنا، وبيخلّينا كمان discipline أكتر وبيخلّينا منتظمين أكتر، فدي حاجة إحنا نقدر نعملها. وكمان أنا عايزة أدخّل في حياتي حاجات تانية، إن أنتم مثلًا تاخدوا الكورس اللغة اللي أنتم كنتم عايزين تاخدوه، ده هيغيّر لكم بجد. اللغات يا جماعة ما تتخيلوش قد إيه بتغيّر عقلنا، إن إحنا كمان نشوف حاجات كتيرة، يعني أنا إن إحنا نتعلم الآلة الموسيقية دي، حتى لو هنتعلمها من البيت، حتى لو هنتعلم إزاي نغني، نشوف أي حاجة يعني. أنا السنة دي عملت حاجات كتيرة بجد، أنا مش عارفة الفيديو ده هينزل إمتى، ممكن هينزل على السنة الجديدة عادي جدًا، بس أنا السنة دي بجد جرّبت حاجات كتيرة، جرّبت إن أنا سيشن تلوين، يعني حرفيًا لو أنتم شايفين هنا دول الاتنين دول أنا كنت عاملاهم في session بجد كانت تحفة. ممكن تعملوا على الفخار اللي أنا عملتها برضه، يعني أنا عايزة أوريكم بجد هي هنا برضه، بس جرّبت رياضات جديدة، رُحت عَجَل ورُحت سباحة، وعايزة أجرّب برضه إن أنا أروح تنس مثلًا، عايزة أجرّب الحاجات دي بجد، إن أنا أطلع ما كده وقته كده في وقت بيضيع، طب ما أنا بجد أخلّي الوقت ده في حاجة أفيد، حاجة بجد تفيدني جسمانيًا. ما تعرفوش الرياضة دي يعني إحنا مش هنفهم الكلام ده، إحنا ممكن نبُص على أهالينا، نبُص يعني نبُص بجد على الناس الأكبر مننا قد إيه الرياضة بتفرق، قد إيه مثلًا إحنا على طول بنتكلم عن الممثلين ليه شكلهم شباب ولسه بصحتهم، عشان هُم بيلعبوا رياضة، عشان هُم عندهم نظام صحي، مش قاتلين نفسهم بس، يعني مش كل حاجة بس عندهم اللي هو الشغل. أنا فاهمة إن في ناس حياتها ما يعني ما ينفعش وقت لأي حاجة تانية، بس الوقت اللي إحنا بنقضيه على السوشيال ميديا، الساعة دي اللي إحنا بنقضيها بس، مش باقول إن السوشيال ميديا حلوة، مش باقول إن السوشيال ميديا وحشة، بس في حاجات تانية ممكن نعملها كمان، بس نلعب ساعة واحدة بس، ساعة واحدة بس نروح الgym حتى في يوم أجازتنا بس. ممكن بعد كده نبدأ حاجات تانية، نبدأ نقرأ كُتب مثلًا، نبدأ نشوف حاجة أنا بجد كان نفسي أعملها كروشيه مثلًا، نبدأ نلعب رياضات مختلفة، يعني جرّبوا بجد. أنا ما كنتش أعرف إن أنا هاحب الkick boxing، أنا مبطّلة بقى لي سنتين، بس في وقتها بجد ده كان من يعني من أحلى الحاجات وكان بيخسِّس جدًا، كان على طول عندي طاقة، كنت حاسة إن أنا athletic يعني كنت إيه، يعني كان في ساعتها كنت في camp وكان في ساعتها مسابقة جري بين البنات وأنا اللي كسبت، أنا ما كنتش أعرف إن أنا أصلًا عندي القدرة إن أنا ممكن أجري ما كنتش أعرف الموضوع ده، عشان إحنا كنا بنعمل كارديو، كنا بنلعب 3 أيام في الأسبوع، وكنت باروح بطولات، كانت حياة تانية، عالم تاني جرّبته، أنا ما كنتش أعرف أصلًا إن هو موجود، إن أنا في سني ساعتها وأنا عندي 18، 19 سنة، إن ده كان موجود ليّا ساعتها، أنا ما كنتش أعرف الموضوع ده أصلًا. وجرّبوا رياضات مختلفة، حتى مش لازم تطلعوا بطولات، جرّبوها بس. فاكرين مسلسل خلّي بالك من زيزي وهي ساعتها بتلعب kick boxing؟ بجد الرياضات من أحلى الحاجات اللي إحنا ممكن نعملها، وإن تجربة الرياضات المختلفة، ولو أنتم مش قادرين ممكن بس تروحوا الgym ده مش مشكلة، ممكن حتى يعني تلعبوا يوجا، تعملوا أي حاجة، بس اخرجوا برّه القوقعة دي، اخرجوا برّه قوقعة إن أنا بس على السوشيال ميديا، شوفوا ناس برّه، ما تخلّوش عقلكم بس يفكّر إن اللي بيحصل ده مش التِّت اللي حوالينا دي بس، هو ده الصح أو هو ده الحقيقة خالص، الحياة أحلى من ده بكتير، في حاجات تانية ممكن نقدر نشوفها وبجد بيفتح آفاق في عقلنا إحنا ما كناش نعرف إن هي موجودة أصلًا. يعني إحنا كل ما نطلع برّه الcomfort zone بتاعنا، كل ما نطلع برّه بنشوف حاجات إحنا ما كناش نعرف أصلًا إن هي موجودة. أنا ما كناش نعرف إن يعني أنا لمّا قرأت كتاب Atomic Habits اللي كُلّه كان بيتكلم عنه، لأ طلع جامد فعلًا، لأ طلع غيّر في طريقة تفكيري، كل حاجة بنعملها، كل شخص حتى هتقابلوه في الgym، كل حد هتقابلوه في session الرسم اللي إحنا رُحناها، حتى لو هتروحوا session طبخ، هتروحوا تعملوا activities، حتى لو هتروحوا تقعدوا في كافيه لوحدكم، بس ما تفضلوش قاعدين بس على السوشيال ميديا كده. غيّروا بجد من حياتكم، غيّروا من الroutine اللي أنتم بتعملوه، شوفوا الدنيا برّه عاملة إزاي. الرياضة بالنسبة لي هي من أهم الحاجات اللي إحنا ممكن نعملها، وده مش بس ده لصحتنا النفسية، ده لصحتنا الجسدية، ده الرياضة بتخلّينا نregulate our emotion، وكمان إن أنتم يعني أنا لمّا باروح ألعب رياضة بجد أنا بانام أفضل، بانام أعمق، وفعلًا تاخدوا راحة من الرياضة. العالم في حاجات كتيرة أوي إن إحنا بس نفضل مقضيينها بس في المشتتات اللي موجودة، إن إحنا بس نفضل قاعدين كده بنscroll على الموبايل بتاعنا. فيها حياة تانية، في حاجات كتيرة أوي.
يعني أنا دايمًا كنت باعاني من مشاكل في معدتي طبعًا ده عشان أنا كنت على طول بالبّخ في إعدادي وفي ثانوي، كنت طول اليوم برّه حرفيًا، فكنت باكل على طول من أكل الشارع، لحد ما حرفيًا معدتي ما استحملتش وجات لي جرثومة معدة، حصل لي حوارات لحد الآن أنا ما بقيتش أستحمل أكل معيّن، خلاص معدتي وأنا باشوف إن ده برضه نعمة من عند ربنا إن أنا أشوف حاجة زي دي وخلاص وإن أنا أكل باكل حلويات أو باكل أي حاجة، بس لأ، باكل مشبِّك باهزر، أنا كنت باعمل لكم hint بس على المحافظة. باكل حاجات معيّنة، بس أنا ما بقيتش ده، ما بقيتش خلاص قادرة إن أنا أعمل ده، الرياضة حرفيًا بتساعدني في ده، إن أنا آكل بروتين معيّن، أعمل نظام غذائي، ساعدتني في عقلي، اللي هو بدل ما أنا كنت حاطة إن أنا لأ باعمل diet لأ، ده نظام حياة، ومش باقول إن أنا لو مسافرة مثلًا لأ، لو أنا مسافرة باجرّب عادي أكل البلد حتى لو مقلي، حتى لو حلويات عادي جدًا، بس مرّة مش كل يوم، ده نظام حياتي، ده حرفيًا جسمكم هيشكركم وعقلكم هيشكركم في المستقبل كمان، ده أنتم بتبنوا للمستقبل، وبتبنوا كمان لأطفالكم لمّا يشوفوكم كده، لمّا يشوفوا بابا وماما يعني أنا مش أنا حاسة إن أنا كبيرة أوي وأنا باتكلم في المواضيع دي، بس بجد لمّا يشوفوكم قدوة، حتى أخواتكم الصغيرين، حتى والله يا جماعة ما تقدروش حتى إن أنا لمّا حد بيكلمني على السوشيال ميديا وبيقولوا إن هُم بيشوفوني قدوة أو أي حاجة، أنا باستغرب، حد أنتم ما تعرفوش أنتم ممكن تشوفوه قدوة، فتخيل أنتم الimpact بتاعكم على العالم عامل إزاي. بس كده أنا حبيت ده يبقى فيديو قصير، بجد يا جماعة يعني ابعدوا عن المشتتات، جربوا أسهل حاجة، جربوا العبوا رياضة، الرياضة غيّرت في حياتي كتير، أنا جربت رياضات مختلفة ولسه أنا متأكدة إن أنا هاجرب رياضات تانية، مش عايزة أبقى بطلة عالم، مش فارق معايا، فارق معايا إن أنا أكون مبسوطة وأقابل ناس وإن أنا أجرب حاجات كتيرة. وإن أنا أخلّي بالي فعلًا من صحتي وأخلّي بالي من جسمي، ده بجد يعني ده أهم حاجة عندي، وده من الأولويات بتاعتي، يعني هو مش حاجة مثلًا يعني مش حاجة مثلًا اللي هو طارئة أو كده إن أنا باروح الgym شهر أو إن أنا خلاص لأ، دي حاجة خلاص أنا عايزاها الأكل الصحي والرياضة، دي حاجة أساسية عندي زي إن أنا أصوّر لكم محتوى، زي إن إحنا نشتغل، زي إن إحنا ندرس، دي حاجة برضه أساسية عندي. بس كده أتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو عندكم أي أسئلة عن الرياضة، عن المشتتات أو أي أسئلة تانية اكتبوها